يا هلا بيكم. النهاردة عندنا قصة من قلب الثقافة المصرية، حكاية عن أكلة بتقسم العائلات وفي نفس الوقت بتجمعهم. طبعا بنتكلم عن الفسيخ في شم النسيم. يلا بينا نتعرف على بطل قصتنا اللي بيواجه يمكن أكبر تحدي في حياته الزوجية. وقصتنا بتبدأ بالكلمتين دول، كلمتين بصراحة صادمين. بطلنا بيرجع البيت وفجأة بيلاقي نفسه قدام عدو ريحته قوية جدا ونفاذة، وده كان أول لقاء بينه وبين طبق النهاردة. وطبعا من الواضح إن البداية مش مبشرة خالص، ومن هنا الصراع بيبدأ. وهنا بقى بتبدأ المعركة الأولى في الملحمة العائلية دي، والمعركة كلها بتدور حوالين حاسة الشم. اللي بطلتنا بيواجهه ده مش مجرد ريحة أكل عادية، لا دي ريحة بتعمل انقسام وبتختبر علاقته بعيلته كلها. فيا ترى هي فعلا ريحة جرف زي ما هو بيقول، ولا دي ريحة تراث وتقاليد عمرها آلاف السنين؟ شوفوا بقى الصورة هنا واضحة تماما، فريقين ضد بعض. في ناحية عندنا بطلنا اللي شايف ان الفسيخ ده عبارة عن قرف وريحته معفنة، وفي الناحية التانية عيلته اللي بتدافع عنه بكل قوة وبيأكدوا انه مفيد وكله فوائد. يعني صراع مباشر بين حاسة شم حساسة وتقاليد متأصلة. يعني منطقة بصراحة بسيط وواضح جدا. إزاي حد ممكن ياكل حاجة هو أصلا مش قادر يستحمل ريحتها؟ تحس إن موقفه خلاص نهائي ومفيش فيه رجعة. بس يا ترى هيفضل على موقفه ده؟ خلينا نشوف الجدال ده هيوصل لفين. طيب، لما الكلام عن الريحة والطعم منفعش، العيلة قررت تلجأ لأقوى سلاح عندها: التاريخ والتقاليد. الحجة هنا بقى بتتجاوز فكرة الطعم أو الريحة، وبقت مسألة هوية وتاريخ بيرجع لآلاف السنين. وعلشان نفهم هما بيتكلموا عن إيه بالظبط، لازم نعرف الأول إيه هو شم النسيم ده. ده احتفال قديم قوي، مرتبط بالربيع وبداية الحياة عند المصريين القدماء. والفسيخ مش مجرد أكلة بتتاكل في اليوم ده، لا ده جزء أساسي من الطقوس نفسها. وهنا بقى بتيجي الحجة القوية، الحجة اللي ما فيهاش كلام. بيربطوا الأكلة دي بالفراعنة نفسهم، فالموضوع ما بقاش مجرد أكل، ده بقى إرث تاريخي لازم نحافظ عليه. أكل الفسيخ تحول لواجب وطني تقريبا. لكن بطلنا هل اقتنع بالكلام ده؟ لا طبعا، بالعكس ده رفض الحجة دي تماما، وبكل سخرية بيقول إن دول مش أحفاد الفراعنة، دول أحفاد الهكسوس. واضح جدا إن حجة الأجداد دي ما جابتش معاه أي نتيجة. وهنا بقى القصة بتاخد تويست محدش كان يتوقعه أبدا. لما حجة التاريخ فشلت، بيظهر عنصر جديد خالص في الموضوع: الضغط الاجتماعي. والمفاجأة إنه جاي من أقرب شخص ليه. خلينا نشوف إزاي المؤامرة العائلية دي هتبدأ. وأخيرا لقى حد في صفه. مفاجأة غير متوقعة خالص. مراته بتعترف له في السر إنها بتكره الأكلات دي زيه بالظبط. أكيد حس براحة وانتصار، لقى حليف يقف معاه. لكن هل التحالف ده حقيقي؟ لكن الفرحة دي ما كملتش. في واحدة يمكن من أسرع الخيانات اللي ممكن نشوفها في حياتنا، الجبهة دي بتنهار. بعد ثواني بس من كلامها مع جوزها، بنلاقيها بتتصل في السر تطلب الفسيخ والرنجة، وبتقول مش قادرة أصبر. واضح إن الشغل التقاليد أقوى من أي تحالف. ودلوقتي خلاص وصلنا للحظة الحاسمة، لحظة الحقيقة. بعد ما اكتشف الخيانة، بطلنا بيواجه الكل وبيلاقي نفسه محاصر بين مراته وعيلتها والطبق المثير للجدل ده قدامه. حان وقت المواجهة الأخيرة. طيب إيه كان مبررها للخيانة دي؟ جملة بسيطة جدا بس في نفس الوقت عميقة قوي: الظروف بتبقى أقوى منك. هي هنا مش بتتكلم عنه كأنه مجرد أكل، لا دي قوة جبارة، قوة الظروف والتقاليد اللي صعب حد يقاومها. وهنا بتبدأ عملية الإقناع، أو خلينا نقول الهجوم الشامل. كل الأسلحة بتطلع عشان يخلوا الفسيخ مقبول بالنسبة له. الأول الليمون عشان يخفف الحدة، وبعدين البصل الأخضر عشان يوازن الطعم، وفي الآخر الطحينة كضربة قاضية. تفتكروا الخطة دي هتنجح؟ وهو ولا بيتهز، صامد. كلمة واحدة بيقولها كل مرة: مستحيل. رفضه قاطع وموقفه ثابت. يبدو إن المعركة دي اتحسمت لصالحه، أو ده اللي كنا فاكرينه. وخلاص في اللحظة اللي كلنا افتكرنا إن الموضوع انتهى، بيحصل اللي محدش توقعه. قدام الضغط الرهيب من العيلة كلها، دفاعات بطلنا بتنهار، وبيقرر ياخد الخطوة ويجرب. هي لحظة واحدة بس هتغير كل حاجة. الكل ساكت ومستني، الأنفاس محبوسة، المكان كله صمت. بعد كل الخناق والجدال والرفض ده، هو أخيراً أخد لقمة. والسؤال الأهم دلوقتي، السؤال اللي شايل تاريخ عيلة بحالها، هو إيه رأيك؟ والإجابة كلمة واحدة قلبت الموازين كلها: جامد.
التحول ده من كره شديد لإعجاب كامل هو أكبر مفاجأة في القصة كلها. خلاص، تم تجنيده بنجاح في جيش محبين الفسيخ. والقصة دي بتخلينا نسأل نفسنا سؤال مهم. قصة بطلنا ممكن تبان غريبة، بس هي في الحقيقة بتعكس تجربة كلنا ممكن نمر بيها، فكرة الذوق المكتسب. كام أكلة كنا بنرفضها زمان ودلوقتي بقت من أكلاتنا المفضلة؟ يمكن قصة الفسيخ دي هي قصتنا كلنا بشكل أو بآخر.